مساء الخير عليكم، مرحبا بكم. أول حاجة قبل ما نبدأ هذا الفيديو نقول لكم أول حاجة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما راكم تشوفوا اليوم أنا جبت لكم هنايا شيفلور بدون قلي، يعني الشكل تاعو والذوق تاعو يجي مثل لو كان مقلي، ولكن أنا بدون قلي، يعني يجي بزاف بنين وخفيف وطريقة يعني رائعة، خاصة اللي عندهم مشاكل في الهضم، اللي عندهم مشاكل في القولون. يعني هذه الطريقة رائعة بزاف. انتظروني بعض لحظات راح نشوفوا الطريقة مع بعض كاملة. رجعت لكم مرة ثانية. كما تشوفوا أنا هنايا جبت راس تاع شيفلور، يعني صغير الحجم. هنا تبقى على حسب أفراد العائلة، كل واحد يعمل على حسب أفراد العائلة تاعو. هنا كي تشوفوا أنا جبت هنا نقيته، شفتوا هنايا كيفاش نحيتو هكذا الزهرات، ونحيت هذاك، شوفوا هذاك كما نقولوا حنا ذاك العمود أو هذاك الراس تاعو. أنا سيت هنا كيفاش نقيته بالطريقة هذه. طبعا راح هنايا نقيوه، ومن بعد راح اكيد راح نغسلوه مليح، نغسلوه طبعا من التراب، وكذلك نحطوه في الماء والخل حوالي هكذا 10 دقائق، ومن بعد نعاودو نشلوه، ومن بعد نروحوا نغليوه كما قلت لكم. كذلك هنايا حنا نقولوا له شيفلور، كاين بلايص اخرين يقولوا له زهره، كاين يقولوا له كرومبيط، يعني كل منطقه كيفاش يسموها، وكذلك كل بلاد كيفاش يسموها. احنا هنا في الجزائر تقريبا كل المناطق يقولوا له الشفلار. طبعا هنا بعد انا ما كملت نقيت هذه الحبه بالطريقه هذه. يعني كتشوفوا مع الاخر انايا ما نحيتهاش، يعني نحيتها قسمتها هكذا على 4 هكذا، وخليتها يعني شاده روحها شويه باش هكذا ما كي يطيبوا ما كيما نقولوا احنا ما يتحلوش معايا كامل. طبعا هنا انا درت هنا الماء يغلي، من بعد ما غلا رحت هكذا كرو شيفلور، بعد دزت معاه هكذايا زوج تاع شرائح تاع القارص هكذا باش نحيلو هذيك الريحه، الريحه هذيك قويه تاع الشيفلور. ومن بعد كما تشوفوا هنايا انا جبت هنايا بلاطو، جبت هنا كميه تاع زبده راح هكذايا ندهنها. كذلك هنايا جبت زوج حبات بيض. كما قلت لكم انا هنايا مانيش راح نقلي، ولكن راح يجي بنين يعني بطريقه يعني ويجي خفيف، ويجي خفيف على الهضم. كما قلت لكم يعني يجي بزاف خفيف على الهضم. جبت هنا قليل من الملح، جبت هنايا حوالي نصف كاس تاع حليب. كذلك جبت هنايا نص مغرفة تاع كمون، ضروري هنا يكون الكمون والفلفل الكحل. كذلك اللي كان كما قلت لكم اللي كان عندكم فلفل ابيض تقدروا تعوضوا فلفل ابيض. جبت هنايا ثوم مرحي، تقدروا تجيبوا هنا ثوم مرحي هذا اليابس. كذلك جبت هنايا مغرفة تاع صغيرة تاع فلفل عكري، وجبت قليل تاع المعدنوس. كما تشوفوا انا سبق وكنت مكونجلي عندي، واذا كان عندكم طازه احسن طبعا. جبت هنايا طبعا مغرفه تاع نشا، ومن بعد راح نكمل المكونات تاعنا بالفرينه او الدقيق الابيض. يعني وتقدري تعملي غير بالنشا، ولكن انا فضلت يعني ندير فقط مغرفه او 2 تاع نشا، والباقي نكملوا بالدقيق الابيض او كما نقولوا حنايا بالفرينه. كما قلت لكم انا تتحصل هكذا عجينه سائله، نبقى هكذا نضيف في الفرينه حتى تحصل يعني على القوام اللي راني حابه نعمله بالطريقه هذه. يعني هي طريقه سهله بسيطه ولكن رائعه، وفيها يعني هو فاش تشد لكم ممكن في هذو المراحل فقط. طبعا هنايا انا بعد هنا ما ضربت مليح الفرينه راح نحطها حوالي هكذا 5 دقائق حتى تزيد تتشرب، ومن بعد نبقى نعاود نخدم الاخر. كما تشوفوا انا زدت هنا قليل من الكربونات، هكذا الكربونات تعطينا الهشاشه في الشيفلور. ومن بعد كي تشوفوا بعد ما خليتها هكذا تحطت 5 دقائق، جبت هنايا هذو روز تاع الشيفلور وحطيتهم داخل هذا الخليط. لكن انا فقط ملاحظه هنايا، انا هنايا درتهم في مباشره، حطيتهم في هكذايا في البلاطو على بابي. ومن بعد عاودت يعني ما عجبتنيش الطريقه هذه، عاودت يعني عاودت حطيت شبكه وقطرته، يعني جبت شبكه وحطيت هذوك كاع هذوك تاع كرومبيط او شيفلور وقطرتهم. يعني انا ما وريتها لكمش، كتشوفوا وريت لكم يعني كانت بصراحه كانت تحرحيره. كما قلت لكم انا غلطه يعني انا درتها، ونقول لكم يعني باش ما تعملوش هذه الغلطه، ما تعملوهاش كذا مباشره، لانه بعد يطلق هذاك قليل من السائل هذاك تاع العجين. كما تشوفوا انا ما جيت له هكذا، ومن بعد وليت قطرته، يعني قطرته
من بعد ما قطرته طبعا درته في الفور يطيب. شوفوا هنايا هذيك العجينه اللي بقات لي انا طبعا ما رميتهاش، جبت هنايا مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات، هكذا دخلتها في بعضهم، وزدت كذلك قليل من الحليب، يعني زدت خففت هذيك العجينه بقليل من تاع الحليب. ومن بعد جبت هنايا مقله خاصه تاع الكريب او اي مقله المهم، او طاجين المهم ما يكونش يلصق معاكم. درت هنا قليل تاع هكذا الزبده دهنتها. ومن بعد طيبت هذوك الخبيزات اللي كنتو شايفينهم، يعني هكذا ما طيب ما انا ما رميتش هذاك الخليط اللي بقى لي كما تشوفوا. وصدقوني جاو بزاف خفاف وبنان، يعني يعني كما كانت وصفه ورجعناها زوج وصفات. طبعا هنايا انا بعد ما هنايا غطيتها بعدها كي بدات هكذاك كما نقولوا بدات تنفخ، نحيتها ونحيتها وقلبتها، ومن بعد خليتها طيب على نار هادئه، يعني نقصت لها وخليتها طيب هكذا باش طيب لنا لداخل، ما تقعدش عجين. يعني كما تشوفوا نشوفوا هنا شحال جاو الخبزات شابين. كما نقولوا انا ما رميتش هذاك الخليط. في اللحظه هذه الكرومبي تاعي راه يطيب. شوفوا هنايا الكرومبيط هذا بعد ما هنايا طاب، قبل ما نخرجو زدت خرجته، ومن بعد دهنته بقليل من زيت الزيتون، يعني حكمت هذوك الحبات كامل دهنته بزيت الزيتونه ورجعتهم زادوا تحمروا مليح. تقدروا نتوما اللي ما يحبش زيت الزيتون يقدر يدير الزبده، ولكن انا درت هنايا زيت الزيتون. طبعا هنايا كما تشوفون بعد ما رجعته كما قلت لكم حمار مليح هكذا. هذا هو الشيفلور تاعي اللي تحصلت عليه مع هذوك الخبيزات اللي عملتهم، يعني صدقوني جاو بزاف هذوك الخبيزات بنان. وكذلك هذا الشيفلور جا بزاف بنين وخفيف، كما نقول لكم خفيف على المعده. انا بصراحه انا من النوع اللي نخافوا يعني يعمل لي مشكله في القولون. صدقوني هذا ما حسيت، يعني كي كليتو ما حسيتش كامل بمشكله في القولون. طريقه يعني رائعه وجا بزاف بنين، يعني ما تندموش عليه. جربوا الوصفه واكتبوا لي في التعليق رايكم فيها. نقول لكم هنا كملت معكم الفيديو، شكرا على المتابعه، وان شاء الله نتلاقاو في الايام اللي جايه مع فيديوهات جدد. طبعا اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك والاشتراك للاحباء، ونقول لكم او بارطاجيو للاحباء عفوا، والاشتراك للقناه باش هكذا باش نكملوا معكم وتطلع معايا ومعكم. نقول لكم شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.